السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بقى بعد ما جبت الطماطم وغسلتها وقطعتها وضربتها في الخلاط وصفيتها وحطيتها عليه. بعد ما تتغلي بقى بصي الكمية تخينة ازاي، بخرج كل المية اللي فيها خالص اهي. شايفة الطريقة دي اسهل طريقة. وتكوني بقى ما تنقص معاكي تقومي مغطياها بالغطا ليه؟ عشان تعمل فرقعات كده وتخلي لك البوتاجاز، ولا قدر الله ممكن تلسوع ايديكي. فاحنا دلوقتي هنعمل بصي الطريقة دي نحط كده في الكيس كده ونفرده عشان تبقى سهلة جدا في الفك. لما تنزليها تسيح معاكي بسرعة، وتحطي في الكيس الكمية اللي قد الطبخة اللي انت هتعمليها. شوفي انت هتعملي كمية قد ايه وتعملي كل كيس على قد الطبخ عشان ما تسيحش وتجمديها تاني. خلاص، يعني قلتلكوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ دي قناة ام حسن، اللي مشتركش فيها فضلا وليس امر يشترك فيها. انا الطماطم بردت قمت قلت بصي تخيلي ازاي، واتبخرت المية خالص. عاملة بقى كده، دي كده طبخ. لو مثلا هعمل أكلة بسلة، والتانية دي أكلة السبانخ. أنا لما بعمل الأكل بعمل أكلتين مع بعض عشان عدد الأفراد، وانتي متاكليش لوحدك صح. هعبي بقى الأكياس كلها والكمية كلها ونرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. وأحسن طريقة إن هي تبقى مفروضة أوي كده على قد ما تقدر في الكيس عشان تبقى سهلة فيه تسيح معاكي، تفك بسرعة تخلصي. أو بتنزليها من التلاجة الفريزر، تحطيها وهي مجمدة على النار على طول تغلي، تكوني محضرة الأكل. تقومي مثلا انت مفرزة بسلة، مفرزة سبانخ، فاصوليا خضرة، أي نوع من الخضروات، بتنزلي الحاجة وهي تحطيها على النار على طول وهي مجمدة. متسيبيش الحاجة تسيح عشان بيبقى غلط. الجزر، البسلة، تكون معصجة البصل، وتقوم منزلة بقى الطماطم تغلي غلوة، تقومي حاطة عليها على طول كبشتين شوربة، عشان طبعا دي مركزة. انتوا شايفين ده هي مركزة ازاي، شايفين بس المنظر. كبشتين الشوربة وتغلي، تقومي حاطة بقى عليها البسلة وتسيبها لما تستوي كمية الشوربة المناسبة. اول ما فيش شوربة نحط مية. بنعمل شوربة ازاي بقى؟ مية بتغلي فيها بصل، فيها ورق لورا، فيها فلفل اسمر، فيها فص توم كده. يعني لو فيها حبهان تبقي عارفة حاطة كام حبهان عشان لما تيجي تطلعيهم ما تجيش تحت ضرس حد، تبقى صعبة اوي في الاكل، تبقي انتي تعبانة في الاكل وخليه وطلع وربنا كرمك وطلع زي الفل، ويجي تحت ضرس حد تضيع كل تعبك. يقولك ايه اللي ده؟ لا، تبقي عارفة حاطة واحدة حاطة اتنين تطلعيهم، لما خلصتي الاكل تطلعيهم وتقومي بقى مكيسة الاكل بتاعك. يلا بقى الطماطم رخيصة دلوقتي ومالية السوق، الحقي واعملي. لو مش حمرا بتزودي لها معلقة بابريكا، بتدي اللون جميل جدا. بتبقى زي بتاع بره بالظبط. تحطيها بقى برطمانات، تحطيها في اكياس كده تلاجة زي ديت براحتك زي ما انت عايزة. في اكياس مش هتاخد مكان، الاكياس مش هتاخد مكان في الفريزر. كل واحدة حسب امكانياتها بقى وطريقتها في التخزين. خلاص، مش عايزه اطول عليكم الفيديو، عايزه اقول لكم اشتركوا في القناه، يشترك فضلا وليس امرا، واللايك بقى وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. منورينا ومشرفينا الناس اللي معايا من اول القناه وبتساعدني يعني بتشجعني، الناس الجديده اللي دخلت عندي ربنا يخليكم يا رب. شكرا على الكلام الجميل. في فيديو قبل دوت انا منزله لك الطماطم وانا بقى جايباها وبغسلها وحضرها وبتغلي وكله، بس هي بقى اما بردت قلت اصورها لكم اما بردت وبكيسها، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص. وكل عام وانتم بخير بمناسبة رجب.
شعبان ورمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين. اللهم امين يا رب العالمين. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بقى صلوا على النبي واستغفروا كده وسبحوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اكتبوا كده كومنتات كده، كل حد يقراه الكومنت بتاعك، التعليق بتاعك تاخدي سويه. يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه، لا حول ولا قوه الا بالله، دي كنز من كنوز الجنه. اللهم صل على لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اي كومنت بقى فيه حاجات الحلوه دي هتاخد الثواب. كل اللي يعلق بقى ويقراه ويقول زي. يا نهار ابيض، نورتونا وشرفتونا في قناه ام حسن. هرجع لكم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا يا حبايبي، انا ايه فرستها خلاص اهي. بصي انا عملت كل كيس طلعوا ايه 3 كيس. كيسين تحت كيسين دولت عاملاهم كل كيس على اساس هعمل طبختين. يعني مثلا هطبخ بسلة وسبانخ، فطبعا ايه هي ايه تقيلة مركزة، فكده ايه بقى هزود لها شوربة واقوم ايه عاملة بيها اكلتين، مثلا كيلو سبانخ وكيلو بسلة. كل كيس عاملاه على اساس ايه هعمله اكلتين، اي نوع بقى من الطبيخ او اي خضروات، بسلة فاصوليا اي حاجة. دي بقى هتقولي حطها كده ليه في الشنطة كده، دي حطها في الشنطة كده زي ما انت شايفة. دي هشيلها على الرف تحت عشان بكرة عندي وجبات هعملها بإذن الله. يعني هعمل منها ايه، دي ممكن تكون ايه قد كيس ايه قد كيسين كده. يعني طلعوا هنا 3 اهو، كل كيس بطبختين، 6 طبخات. وهنا وبرضو ممكن تكون ايه طبختين او 3. اشوف بقى انا هعمل ايه بكره باذن الله. بصي بقى الحله، عايزه اوريك الحله بقى. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بس الطماطم من النوع اللي بيشيل طبعا. اللهم صل على النبي، مفيش حاجه اهو. ليه زي الفل؟ ليه؟ عشان اول ما غليت وبدات تتقل غطيتها. كل شويه اجي ايه اقلب 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 كده، كل شويه اقلب. طبعا حطيت معلقه ايه السكر، متنسيش معلقه السكر، عشان لو مثلا انا خليت الكيس دي قلت اخليها بقى رمضان وانا اعمل بقى اول باول الايام دي في رجب كده وشعبان وكده، واخلي ال6 طبخات دول اتعوزهم في رمضان برضو ايه هتبقى حلوه. وهنا ايه طبختين او 3، يبقى ايه ادي 6 و2 مثلا هنقول دي 2 برضو، 2 يبقوا ايه 8. يبقى كده ايه فلتنا ب8 طبخات اكلهم ايه بالبصل بالثوم بكل حاجتهم. ابقى معصجه البصل عاملاه برضو في كيس كده، والثوم فرزاه في كيس كده، واقطعه كده مكعبات، واقوم واخده ايه معلقه بصل متعصجه، معلقتين 3 حسب الاكل. الثوم معلقه زي دي كده توم مفروم، تبقي محضره. تاخدي كيس الطماطم، تاخدي البصله متعصجه والبصل والثوم، كل حاجه متحضره، والخضار متكيس وكله، عشان في رمضان ما تقضيش الوقت كله في المطبخ. في صلاة وفي حلويات بتتعمل وفي قراية قرآن، وربنا يعين الجميع يا رب، واللي عندها شغل واللي عندها كده. فانا بفهمك بقى ان هي محطوطة على النار بتقلبي راحة جاية كده. خلي بالك لما بتتقل بتطلع فرقعات، بتلسوع. انا اتلسوعت فغطيت الغطا، شايفة الغطا طلعت كلها الفرقعات كانت فيه، لميتها بقى بالمعلقة كده. فكل ده كان ممكن يجي على البوتاجاز يدهوله، هو جت على البوتاجاز حاجات اهيت بس ايه بسيطة جدا. طبعا هيبقى هلمعه. الطماطم دي خلي بالك بتلمع البوتاجاز حلو قوي. حطيتي بقى معلقة الملح ومعلقة السكر، دي مادة حافظة، وكمان السكر عشان الحموضة، تعادل الحموضة بتاعت ايه الطماطم. دي اسهل طريقة يا جماعة للتخزين وتحضري. كل بيت كل دار ولها مدار، كل واحدة بقى ايه في بيتها بتبقى عارفة هي هتعمل ايه. صلي على حبيب قلبك كتير. الحقيقة بقى دلوقتي والطماطم رخيصة، انا عاملة فيديو قبل دوت ومنزلته، وهنزل لكم ده بقى وهو ايه مكيس كده، عشان كان
التليفون فصل، حتى وانتوا بتسمعوا الفيديو اللي قبل ده هتلاقوا التليفون ايه بيفصل مني. فعشان كده انا قلت اوريكم الطريقة اللي انا بعمل بيها، وكل واحدة بقى بتعمل براحتها، اللي بتعمل في برطمانات، بتعمل في اكياس، بتعمل في علب بلاستيك، براحتكم. وكل عام وانتم بخير. وتخلي بالك الحلة ما تباتش فيها طماطم، عشان الطماطم بتخرم الألمونيا، بتاكلها أكل كده، عشان الطماطم دي مادة حمضية، يعني بتاكل أكل كده. فحتى القشر بتاعها لما تحطيه على سلكة، لما بتقطعي الطماطم كده تحطي شريطين 3 على سلكة، وتلمعي البوتاجاز، تلمعي السيراميك، تلمعي الحاجة، بتخلي البوتاجاز والدنيا بتبقى فلة. يلا بقى عشان نبوش الحلة دي وتتغسل عشان ما تتباتش كده. يلا بقى، اللي بيشوف الفيديو دلوقتي يكون هينام، تصبحوا على خير. ولكل لسه صاحي صباح الخير والورد والياسمين، صباح النور والسرور. ونكون بالليل مساء النور والسرور عليكم. ولكم ايه، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. قناة ام حسن حبيبتكم يا جماعة. على فكرة كل اللي بلاقي اسمه عندي في اخر فيديو ببقى مشتركة عنده، او مكنتش مشتركة بشترك، لكن انا الاقي قناتي الرقم بتاع زي ما هي، وبلاقي ناس كتيرة داخلة عندي. طب الناس اللي داخلة عندي ديت انا بخش عنده بلاقيني مشتركة عندهم، طب انتوا ما بتشتركوش بقى عندي ليه؟ شرفونا ونورونا بالاشتراك يا جماعة. جبر خواطر ينجي من المخاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.